اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى جايبين شوية كده نعناع، وقلنا كده ايه نجهزهم عشان ننشفهم. بعدين دخلنا على الفطار. كده فطار ينفع ليكي ولابنك والأولاد معاكي في البيت. فطار صحي. بنجيب البيضة وعليها طبعا ملح وفلفل، وبالويسك كده تحركيها شوية. عاملين هنا معانا طماطمايه كده، على ممكن خضار بقدونس مفيد جدا. ممكن تضيفي عليه فلفل ألوان ومعلقة كده دقيق شوفان. تمام، يبقى صحي ومفيد. وينفع تدخليه الأولاد أو ابنك أو بنتك، على أساس إن هما يعني يفطروا فطار صحي. وقطعة كده زبدة وفي الطاسة بتاعتنا، ونزلنا المقدار. وعلى جنب كده ايه حركي لهم الدنيا كده، وجبنة شوية جبنة، وحفزيهم على وجبة الفطار، لان انا بعرف ان في اولاد مش بيليهم في الفطار قوي. والفطار قد ايه مهم وصحي لولادنا كلنا. طبعا خلاص كده، وطبعا بنبدأ افطري بقى مع شوية شاي كده على الفحم لذيذ كده، مع النعناع القرنفل بتاعك اي حاجة انت بتحبي تضيفيها على الشاي. كده تحسي ان هو ايه بنعمل شاي بلدي زي ما بيقولوا يعني. حلو كده. واحلى حاجة شاي البراد يا جماعة، بصراحة له طعم مختلف تماما. وجربيه، مش هتخسري حاجة. والجوه النعناع بتاعه. وخلاص كده مع الفطار بتاعك كده وتجهزي الحاجة كده. الولاد بعملوا شوية لبن، ممكن بيحبوا شوية بلبن، مفيش مشكلة. تمام، بلاش الشاي، بلاش تعودي الأولاد على الشاي كده من صغرهم. يعني نديهم حاجات أصح أكتر ومفيدة أكتر، تبقى جميلة وحلوة. خلاص كده الفطار بتاعنا جاهز. نبدأ بقى نفطر عشان ناخد وراه كوباية الشاي الجميلة دي، حلوة جدا. وحاولي كده تغيري وتجددي بأبسط الحاجات يا جماعة، والله مش لازم يعني بحاجات، لا أبسط حاجة وفنني فيها كده. وأي حركة عشان خاطر الأولاد تفطريهم معاكي. شوية فول برضو في ساندوتش كده حلو وجميل ولذيذ. وحفزيهم بأي حاجة، بأي حاجة هما بيحبوها، بس برضو في المتاح. خلاص كده هنا احنا كده خلصنا الشاي. طبعا مش هنسيب الفحم في حاله اكيد يعني. هنعمل بيه ايه؟ تعالى اقول لكم هنعمل ايه. شوية بخور كده، وبخري الدنيا، وعطري كده شقتك كده الصبح وجميلة. ويعني نخرج من الكسل لشوية نشاط كده وذكر الله.